سمحت لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية بإدخال كلمات جديدة ومستحدثة لتقليل الفجوة بين العامية والفصحى، والكلمات المنضمة حديثاً هي المنتشرة على السوشيال ميديا، وأصبحت مستخدمة بشكل كبير ونطاق واسع بين الجمهور، فالمعجم ضمها ليسهل معناها. منها كلمة ترند التي يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأصلها بالإنجليزية ترند، وبحسب المجمع فإن هذه الكلمة معناها الموضوع الساخن الجديد الذي يثار على السوشيال ميديا ويهتم به الجمهور وينتشر بسرعة، وسبب إجازتها في المعجم أنها كلمة معربة تعني اتجاها أو نزعة أو ميلا أو موضة. كما انضمت كلمة الترويسة التي تعني الكلمة الرئيسية أو العنوان الرئيسي الذي يتم ذكره في رأس الموضوع، وكلمة الترويسة على وزن تفعيلة أجازها المعجم لأن أصل الواو في الكلمة هو الهمزة فتكون ترئيسة من الفعل رأس، يقال رأسه عليهم أي جعله رئيسا. وانضمت كلمة الترويقة أيضا لقاموس اللغة وتعني ما يؤكل ويشرب في الصباح على الريق، وهذا الاسم كان الشوام قد أطلقوه على ما يسمى في مصر بالفطور. وكلمة ترويقة من الفعل روق على وزن تفعيلة، إذ يقال روق الشراب أي صفاه.